السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبيب قلبي، ان شاء الله النهاردة كده هنعمل وصفة كده تتاكل لوحدها حاف كده، اللهم بارك. احلى من الفطير والذ من العيش، تحفة تحفة تحفة. يتاكل لوحده كده حاف، خطير 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 بأسرار كده، وهنشوف مع بعض ازاي ما نشافش معاكي ويبقى كده اللهم بارك طعمه وريحته كده تقلب الشارع كله، ويفضل طري معاكي لاخر لقمه بامر الله. بس قبل ما نبدا وصفتنا، يا ريت اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش من الاشتراك في القناه ويعمل اعجاب كده بالفيديو، ويعمل لي لايك كده وكومنت والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. وما ينسانيش كده من دعوه حلوه واشتراك في القناه اللي اول مره يشوفني. تحفه يا حبايب قلبي، رؤية اللهم بارك، طري تحفه جدا جدا، ريحه وطعم اللهم بارك. باقل تكلفه النهارده هنعمله، وباللبن الرايب كده هتاكليه حاف ان شاء الله من جماله. انا هعمل هنا معايا كيلو واحد من الدقيق. لو عاوزه تعملي نص كيلو هتقسمي المقادير اللي معايا دي لنصين. معايا كيلو من الدقيق، معايا معلقه ونص كده او معلقتين كبار من السكر، نص معلقه صغيره من الملح. معايا لبن هنا رايب، انا مروباه كده في الطاجن زي ما انتم شايفين كده، ما رضيتش افرغه الا لما نشوفه مع بعض. حطيت 2 مج من الرايب معايا، وحطيت وجبت معايا كده نص كوبايه من السمنه. ممكن تكون من القشطه، ممكن يكون ميكس ما بين السمنه والقشطه، ممكن يكون ميكس ما بين السمنه والزبده. النص كده حطيت ربع كوبايه في المكونات معايا، والربع التاني هنشوف مع بعض هنحطه امتى. وحطيت الدقيق، كل المكونات كده هنحطها على بق مع بعض، وفي العجين هعجنها. ربنا يحفظكم جميعا، تقدري تعجني بايديك براحتك خالص، انا ممنوعه من العجين. ومعايا هنا مج الا ربع من الميه الدافيه، هنحط منه كده حبه حبه على حسب امتصاص الدقيق معايا. اللهم بارك، يعني حسب، ممكن دقيق ياخد معاكي المج الا ربع كله، ممكن دقيق تاني ياخد المج، ممكن دقيق تاني ياخد النص مج بس. بعد ما العجينه اتلمت معايا وبقت بالشكل الجميل ده، بدأت احط ربع كوبايه من السمنه تاني معايا. ممكن تعملي ميكس ما بين الاتنين، اللي هي القشطه والسمنه، او القشطه والزبده، او الزبده والقشطه، اي بقى ماده دهنيه تفضليها او متاحه عندك تضيفيها بالشكل ده. بس يا ريت بلاش زيت، انا ما بفضلش الزيت في الرقاق عشان بينشفوا معانا. عجنته كويس جدا جدا لما العجينه امتصت كل المواد الدهنيه معايا، وبقت ناعمه وطريه معايا بالشكل ده، بس ما بتلزقش. هغطيه كده، واهم حاجه ان احنا نغطيه بكيس تلاجة او ورق ستريتش عشان العجينه ما تعملش قشره وتنشف معايا. هنسيبه كده 5 دقايق يرتاح، مش بيخمر خالص، انا مش محطوط فيه خميره ولا اي مواد رافعه. سيبته يرتاح بس كده من حراره العجن معايا. وبعد كده جبت صينيه ورشيت عليها رشه خفيفه جدا جدا من الدقيق، وهناخد كده قطعه قطعه. يعني عاوزه تحط العجين كله على الرخام وتقسميه بالقطاعه او بالسكينه براحتك خالص، عاوزه تاخدي زي كده من الطبق على طول. العجينه اللهم بارك، شايفين ملساء جميله جدا جدا. انا خدتها كده قد البيضه الكبيره، او قد اليوسفي كده. عاوزه تكبريه عن كده براحتك خالص، عاوزه تقلليه دي حاجه ترجع ليكي. الكيلو دي اداني هنا 35 من الرقاق. لو انت عاوزاه اكتر هتصغري الحجم بتاع الرقاق معاكي. عاوزه تكبر يعني العدد اقل، هتكبري التقطيعه بتاعت الرقاق. احط كده على الرخامه، وهنشوف انه هنقول لكم برضو مع بعض كده، هنشوف انه التبطيط اللي يريحني على الرخامه على طول مباشر ولا على المفرش. هنشوف مع بعض. هتحط شويه دقيق كده صغيرين، وكل من وقت للتاني لازم تحركيها وتشوفي تحتها دقيق ولا لا. وما تحطيش برضو، ما تبالغيش في كميه الدقيق عشان ما تبقاش، لو حطينا بالغنا في كميه الدقيق هينكر معايا الماده الدهنيه، ويبقى الرقاق معايا كده مش بتلمع وزي الفطير كده، لا هتبقى مجيره كده وعليها دقيق. وفي نفس الوقت ما نسيبهاش ونفضل نبطط لحد الاخر ونلاقيها لزقت معانا. من وقت للتاني تحركيها، لو لقيتيها كده مفيش تحتها دقيق خالص هتحط حاجه خفيفه بس تحركها معاكي. فانا طبعا كده وريتكم ان احنا ممكن نبطط على سطح العمل او على الرخامه او على الترابيزه، وممكن نبطط على المفرش. بصراحه التبطيط على المفرش سهل جدا جدا، بيسهل معايا في الحركه بتاعه الرقاقه معايا برضو. وعلى المفرش بيخليني احط اقل كميه من الدقيق. وتمسحي كده على
النشابة او زي ما بتسمي بقى كده مسحة كده من الدقيق عشان تسهل معاكي في التبطيط. وناخد في التبطيط ده يا حبايبي من بره لجوه من بره لجوه، عشان ما تبقاش الاحرف تخينة والوسط رقيق او العكس يعني. وممكن برضو يعني تبططي ويبقى الوسط سميك كده وتخين بزيادة والاحرف رقيقة. لا، احنا عاوزينها ناخد من جوه لبره كده، وفي الاخر خالص ابطط على الاحرف بس تبقى كلها اللهم بارك يعني ميه واحده زي ما بيقولوا كده، او حجم واحد. واحط كده على صينيه، احط مفرش او احط فوطه او احط حته قماشه عندي اللي انا عم مخصصاها للخبز معي. 4 ب4 5 ب5، بس ما تبططيش كل الكميه عشان ما ينشفش معاكي او يلزق على بعضه. تبططي كده. انا بططت بصراحه 5 تقريبا او 6. وبعدين بدأت افرد، وخصوصا لو انتي بتبططي لوحدك. انما لو حد بيبطط معاكي هتبططي كده 3 أو 4، وبعد كده انت هتسوي، واللي بيبطط او بيساعدك هيفرد معاكي وراكي على طول. اللهم بارك. لما سيبناه ارتاح بعد ما عجناه وسيبناه ارتاح بعد ما قطعناه، بيسهل عليا كده جدا جدا. جبت صينيه على البوتاجاز وكفتها كده وسيبها تسخن، والنار تبقى وسط يا حبايبي، لا تعلي النار خالص. شايفين لسه طالعه من على النار طبعا، سخنه جدا جدا وطريه مش ناشفه، جميله جدا جدا. ايه اللي مخليها مش ناشفه؟ الرايب معايا. وفي نفس الوقت الماده اللي هي الدهنيه ما تبالغيش فيها. لو بالغت في كميه الماده الدهنيه هينشف معاكي. دي الاسباب اللي بتخلي الرقاق ينشف معايا. وان انت ترقيه زياده عن اللزوم برضه بينشف معاكي. يعني يبقى التبطيط بتاعك وسط كده. ممكن هتكفي بقى الصينيه معاكي كده، وهتخلي النار معاكي وسط. هيستوي وتقلبيها يا دوبك تتشمع كده، وتقوم قلبها اكتر من مره كده. اللهم بارك. هتستوي من ناحيتين الاتنين وهتبقى جميله جدا جدا وطريه. ممكن برضو لو انت مش عايزه تحطي صينيه زي ما انا حطيت كده، خايفة على الصينية أو خايفة يتحرق منك، وعندك صينية كده ما بتلزقش، أو حتى صينية برضو اللي هي بتاعة البيتزا أو الكريب بالشكل ده، هتحطي عليها. سهلة جدا جدا، بتسهل عليك أكتر كمان. اللهم بارك. شايفين يا حبايب قلبي؟ طبعا أنا مش عارفة أمسكه لأنه طبعا طالع من على النار. بسباتيولا كده أو بمعلقة سيليكون، أي حاجة عندك تسهل عليك القلب، وتكون الحواف بتاعها رقيق عشان تعرفي تقلبي وما يتقطعش معاكي. وتلفيها كده عشان النار ممكن تكون، لو البوتاجاز بتاعك النار في جنب وجنب مش واحد، يطلع تسوية واحدة. اللهم بارك. تحفة. يا دوبك كده ياخد اللون الأشقر زي كده من كل اتجاه. وده بيحصل نتيجة التقليب المستمر. يا دوبك كده تلاقيه شمع والوش من فوق العجين اتغير، تبدأي تقلبي أكتر من مرة كده، بينفخ معايا بدون أي مواد رافعة. اللهم بارك. خطير. بيبقى أحلى من الفطير المشلتت. إن شاء الله إن شاء الله هيعجبك جدا جدا. هتجربيه مش هتبطلي تعمليه أبدا أبدا. ولو أنت مستكترة الكيلو ممكن تعملي نص كيلو، هتحط عليه ربع كوباية من المادة الدهنية، زي ميكس بقى زي ما اتفقنا، قشطة على زبدة، قشطة على سمنة، سمنة على زبدة، أيا كان المادة الدهنية اللي بتفضليها أو المتاحة عندك أو اللي بتحبيها. معلقة واحدة من السكر، نص معلقة من الملح. هتعملي ألذ وأحلى رقاق إن شاء الله. وهيكون البيت عندك في نص ساعة وأقل هتملي البيت خير. تحفة يا حبايب قلبي. طري جدا جدا. وبنكون مجهزين معانا صينية وعليها حتة قماشة أو فوطة وكيس تلاجة بنفتحه ونحطه كده ونحط فيه على طول ونغطي. بيطلع ونحطه صف واحد، ما تفردوش أول ما يطلع من على النار. هيطنه طري معاكي جدا جدا. شايفين يا حبايب قلبي بالشكل ده؟ اللهم بارك. رائع واكتر من رائع والله. كل اللي اكلوا منه هيتجننوا على جماله وعلى ريحته وطعمه يا حبايب قلبي. اللهم بارك. واللبن اللي انا مرغباه كان بخيره، فكان تحفه جدا جدا. عشان كده انا ما حطيتش معايا قشطه، اللبن كان معايا اكتر من رائع. وريحته جميله جدا جدا، كاني عاملاه بقشطه صافي. ان شاء الله تجربيه، وهستنى رايك في الكومنتات. وما تنسينيش من دعوه حلوه والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. لاول مره تشوفيني يا ريت تعملي لي اشتراك في القناه وتضغطي على زر الجرس للكل، عشان تشوفي كل فيديوهاتي وكل جديد انزله والكل يستفاد. نشر الفيديو لحبايبنا عشان كل يستفاد والكل يعملوا كده، ويبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسوش الصلاة على الرسول والدعاء لاخواتنا بالنصر والتمكين. تحفة تحفة تحفة. وبعد كده يا حبايب قلبي هنحطه صف واحد برضو كده بعد ما يبرد، وهو دافي يعني، مش تسيبيه يبرد خالص عشان ما يجلدش كده معاكي. هو مش مجلد، هو زي الفطير المشلتت بالظبط. تجيبي كيس تلاجة كده نضيف، اللهم بارك، يكون اول استعمال، ابيض بالشكل ده.
وتحطيه في كده صف وتربطيه، تحطيه في الفريزر بقى. اللهم بارك، بيفضل لاخر واحده اكتر من رائع ان شاء الله. هستنى رايك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تجربيه وتقولي لي رايك كده. تحفه يا حبايب قلبي.